السلام عليكم. مشويات رمضان وعزومات رمضان وطبق الطحينة أو سلطة الطحينة، يعني يعتبر طبق رئيسي على سفرة رمضان في العزومات والمشويات. فأنا النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الطحينة. هعملها لكم طريقة سهلة جدا مش معقدة، طبعا موفرة كتير جدا جدا عن انك انت تشتريها من بره، لان بره طبعا بتكون بمبالغ. البرطمان الصغير كده بمبلغ، فانا هنا ربع كيلو سمسم ب40 جنيه. هعمل بيه يعني نص الكمية ضعفت معايا نص كيلو طحينة. بصوا ادي السمسم زي ما انتوا شايفين سخنته على النار. طبعا يرجع لك انت عايزة تعمليها بيضة يبقى هتستخدمي سمسم ابيض، عايزه تستخدمي هتعمليها حمرة فهتستخدمي سمسم محمص. يعني سمسم تحميصته زي ما انتوا شايفين حلوة كده، لونه ذهبي جولد. هحط عليه معلقة كبيرة فول زي ما انتوا شايفين. انا بحب التست ده في الطحينة. انت مش حابة الفول استغنى عنه، حوش الفول خالص وكفاية السمسم بتاعك. وشايفين الكوباية دياتي اللي احنا بنشرب بيها الشاي، اللي هي كوباية الشاي العادية دي اللي بتكون في الأطقم بتاعت الشاي. فانتوا شايفين انا مليها زيت، يعني كوباية الا معلقة من الزيت زي ما انتوا شايفين. بس هبتدي اخد السمسم بتاعي احطه في الكبة بتاعتي او في المطحنة واطحنه طحنة حلوة خالص، وهنشوف نعمل ايه. طب هقول لكم مقادير الطحينة تاني. ربع كيلو من السمسم، انتي لو هتعملي اكتر يبقى هتضاعفي الكمية، هتعملي اقل يبقى هتقللي الكمية. خلينا في ربع كيلو من السمسم، عليه معلقة فول سوداني، رشة ملح ما جبتهاش معاكم صغيرة خالص، كوباية من الزيت ناقصة معلقة. ماشي، اتفقنا على كده، اتفقنا على كده. هناخدهم على المطحنة بتاعتنا في الخلاط ونطحنهم حلو. يعني اهم حاجة انك تطحنيهم طحن جامد لدرجة ان هي الطحينة تطلع الزيت بتاعها او السمسم يطلع الزيت بتاعه من ال يعني تشوفيه كده في المطحنة بتاعتك. يبقى كده اتطحنت كويس. في الفترة دي هنكون مجهزة الخلاط بتاعي اللي هضرب. انا هنا بطحن السمسم، انا بستخدم للخلاط علشان اضرب السمسم مع الزيت فيديني قوام يعني متماسك. عمر ما الطحينة هتفصل منك في الفريزر في الأسفة في التلاجة، مش هتفصل منك خالص. هتحطيها في باب التلاجة. من الطبيعي أي طحينة تعمليها تطلع شوية زيت كده على الوش بساط، بس إن هي تفصل فصل تام ويبقى الزيت لوحده والسمسم لوحده، دي استحالة لو مشيتي على الخطوات دي بالظبط. بصوا هنا شايفين السمسم بيجي بينزل تحت على السلاح بتاع المطحنة، وبيجي عبارة عن عجينة مليانة زيت طلع زيوته هو ماشي. هكب هنا في الخلاط على طول، مش هكب في بولة ولا حاجة، يعني ايه، توفيرا للمواعين بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين هطحن الكمية كلها وانزلها في الخلاط، وبعد كده هننزل عليها بالزيت ونطحنها طحنة نضربها مع الزيت ضربة شديدة. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. وان كنت وصلت معايا لحد هنا اثبتي لي انك انت وصلت لحد هنا، واشتركي في القناة واكتبي لي تعليق قمر زيك كده يا قمر، وكمان اللايك بتاعك ما تنساش. يعني حاولوا انكم انتوا تشيروا القناة لأحبابكم وأصحابكم والناس اللي تعرفوها، علشان نكبر كده عائلتنا مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. أنا كده طحنت كمية السمسم كلها. طبعا أنا وفرت عليكم الوقت فما جبتش يعني إيه الطحن كامل، بس حطيت نص الزيت وهضرب الطحينة، وبعد كده هضيف بقية الزيت. وتمام على كده هضربها في الخلاط ضربتين تلاتة أربعة، ضربة حلوة يعني بحيث ان هما يتجانسوا مع بعض، والخليط كده الزيت يخش مع السمسم الاتنين مع بعض يتجانسوا علشان ما يفصلش معايا في التلاجة. وتحدي يعني انت جربي واعمليها وامشي على القواعد اللي انا بقولها لك ان هي تفصل منك، مش هتفصل منك خالص.
شايفين؟ بص انا بضربها كده، لسه ما حطيتش بقيه الزيت. وبتكوني مجهزه اي برطمان عندك، برطمان جزاز، اي برطمان طبعا منضفاه كويس، غسلاه كويس، منشفاه كويس، وبتنزلي بالطحينه وبتشيليها في باب التلاجة. لما بتيجي طبعا تاخدي منها معلقه اتنين، بتكسريها طبعا زي ما احنا بنعمل الطحينه، بميه بخل، ميه بليمون، الكلام ده. وان شاء الله باذن الله هنقدم معاكم، ربنا نقدم المشيئه ونعمل معاكم فطار رمضان، واوريكم واحنا بنعمل الطحينه. ماشي. شايفين؟ هي خلاص ابتدت تتجانس كده، وبقيت 10 على 10. يبقى أقول تاني، مقاديرنا سهلة جدا. ربع كيلو سمسم، معايا معلقة من الفول السوداني، ممكن تستغنى عنها خالص. معايا رشة بسيطة من الملح، كوباية اللي هي كوباية الشاي مليانة زيت إلا معلقة واحدة، يعني ناقصة معلقة واحدة بس. وبعد كده طحنت السمسم طحنة متينة في المطحنة بتاعتي، وبعد كده اخدته على الخلاط نفسه مع الزيت، وضربته ضربة كده شديدة حوالي عن 5 دقايق كده في الخلاط، لان الضرب ده هو اللي بيخلي معانا الطحينة تتجانس مع بعضيها. وبعد كده هنزل بيه في البرطمان اللي انا جهزته، وكده بيجي معايا احلى طحينة. شايفين انتوا قوام الطحينة عامل ايه معايا في الخلاط؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفينها كده وهي نازلة في البرطمان بتاعي. وطبعا اللون ده لو انت حابة الطحينة البيضة يبقى هتعملي سمسم ابيض، نفس الطريقة بالظبط يعني، ونفس المقادير ونفس كل حاجة. شايفين القوام؟ شايفين اللون؟ شايفين؟ بصوا لما بنزله بالمعلقة لسه كمان هيدخل في التلاجة ويرجل تاني. وبكده انتهى الفيديو، والسلام عليكم.